أهلا بيكم في البيزنس. في حاجة اسمها الدعاوى الكيدية، وهي إنك ترفع قضية مش عشان تاخد حقك، لكن عشان تعطل المنافس بتاعك وتخسره. للأسف ده بقى بيحصل في بيوتنا. المحاكم اللي اتعملت عشان رد المظالم بقت النهاردة ساحة لتصفية الحسابات ولو الدراع. ليه بنستخدم نصوص القانون كأنها سلاح أبيض؟ وليه بنصرف آلاف الجنيهات على المحامين بس عشان نشوف الطرف التاني مكسور أو مسجون؟ النهاردة في الدنيا مقلوبة هنفتح ملف الانتقام المقنن، وهقول لكم ليه اللي بيكسب جولة بالباطل في المحكمة هو أكبر خسران في ميزان الحياة. خلونا نحسبها بلغة التكلفة والعائد. نزيف السيولة، المصاريف اللي بتدفع للمحامين والرشاوى المقننة والتعطيل عن الشغل عشان جلسات المحاكم، دي كلها خسائر رأسمالية. لو الفلوس دي استثمرت في مستقبل العيال كانت عملت ثروة استراتيجية. الأرض المحروقة في الاقتصاد، لما شركة تحب تدمر شركة تانية بتهد السوق كله. ده اللي بنعمله لما الأب يهرب أو بيهرب أمواله عشان ما يدفعش نفقة، أو الأم ترفع قضايا حبس كيدية. انتوا بتهدوا سوق الأمان اللي ولادكم عايشين فيه. العائد على الانتقام، هل في عائد؟ الحقيقة العائد زيرو، صفر، لأن الوجع النفسي ما بيتدواش بحكم محكمة، والفلوس اللي بتتاخد بالغصب وبالباطل ما بيكونش فيها بركة. احنا بقينا بنحتفل بحكم الحبس أو حكم الطرد كأننا خدنا بطولة. فإن اجتماع الشخص اللي بيلجأ للقانون عشان يوجع مش عشان ياخد حقه هو شخص بيعاني من هشاشة داخلية. فكرة انك تجرجر او انك تجرجري ابو ولادك في الاقسام، او انك ترضي طريقك من بيته وهو ملوش مأوى، دي بتخلق جيل من الاطفال عندهم فوبيا من العدالة، بيشوفوا ان القانون وسيلة ظلم مش وسيلة حق. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا، قال ايه؟ يعني ما ينفعش نغدر وما ينفعش نعتدي. ربنا قال ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. انك تستخدم ثغرة في القانون عشان تظلم طرف ده اسمه تحايل على شرع الله. القاضي بيحكم بظاهر الورق، لكن قاضي السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع لها قطعة من النار. تخيل إن حكم المحكمة اللي أنت فرحان بيه ده ممكن يكون حتة نقش بيتك. إزاي؟ طب إيه اللي يهون عشان كده؟ إحنا كسبنا إيه؟ بصفتي باحثة اقتصاد بقترح منظومة بديلة للتعامل مع النزاعات. الوساطة قبل التقاضي، لازم يكون في مجلس حكماء اقتصادي واجتماعي يحل النزاع قبل ما يوصل للمحكمة ويتحول لعداوة. فلترة القضايا الكيدية، لازم يكون في عقوبات مالية رادعة على أي طرف يثبت إنه بيرفع قضايا لمجرد التنكيل بالطرف التاني. الوعي بخسارة الكل. في قضايا الأسرة مفيش طرف كسبان وطرف خسران، يا إما الاتنين بيكسبوا بالاتفاق يا إما الاتنين بيخسروا بالمحاكم. في نهاية الحلقة بتاعتي حابة أقول لكل واحد ماسك قضية بيخوف بيها التاني، القانون اتعمل عشان يحمي الضعيف مش عشان يدي السكينة للمفتري. اعدلوا المقلوب في قلوبكم قبل ما تروحوا تطلبوا العدل من المحكمة. فكروا كويس، حكم المحكمة ممكن يديك فلوس بس مستحيل يديك واحد بيه. لو كان بالظلم الدنيا مش مقلوبة، احنا اللي بنلوي دراع الحق. استنوني في الحلقة الجاية، هتكلم في موضوع شيق جدا: الظلم اللي بيغلفه الدين، وازاي بنستخدم الآيات والأحاديث عشان نبرر أفعالنا الغلط. أشوفكم على خير في الدنيا مقلوبة، واتقوا الله في بعض، اتقوا الله في عيالكم. كانت معكم الشيماء توفيق. باي باي.